السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ جليلة، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنقترح لكم الخبز اللي دار ضجة في اليوتيوب، يعني خبز المقلاة. قلت علاش لا ما نجربوش بطريقتي ونتقاسموا معكم، ان شاء الله غادي يعجبكم. المهم تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير، ولاول مره كيشاهد القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. وما تنساوش تخليوا لي لايك للتشجيع باش هكذا نستمر لاعطاء المزيد. نخليكم دابا مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. المهم كأول حاجة غادي ناخذ واحد الإناء وغادي نوضع فيه 2 كيسان من الدقيق. أنا هنا عبرت بهذا الكاس هذا اللي كيوزن 200 ملل من السوائل، ثم ضفت كأس من الفينو أولا السميد الرقيق، ثم هنا غنضيف واحد الرشة خفيفة من الملح، وغادي نضيف هنايا ملعقة كبيرة من السكر سنيدة يمكن لكم تستغنوا عليها، ثم هنا غادي نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة فورية يمكن لكم ديروا المعجونة أو هاد الحبيبات إلا متوفرة عندكم. وهنا غنضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا. الضرر ديال البيكربونات الصودا كيخليو هاد الخبز هذا كيجينا زوين ورطب. ثم هنا غادي نبدا كنضيف الماء دافي، هنا درت الكاس الاول، ثم غادي نضيف هنايا شويه ديال الزيت، تقريبا واحد الملعقه كبيره حتى الملعقه صغيره. المهم وغادي نبقى كنخلط بداك الكاس تاع الماء هو الاول، غادي نبقى كنضيفه بالتدريج الى خصني الماء غادي نزيد. هنا تقريبا دخلت ليا كاس وربع من هذا الكاس هذا اللي عبرت به. يعني نتوما اللي عبرتوا بكاس العنبه غتعبروا جميع القياسات بكاس العنبه، ولا عبرتوا باي كاس يعني غتوزنوا به جميع المقادير. صافي غادي نبقى مستمره كنضيف هنايا في الماء وكنعجن هاد العجينه هذه، راه ما كندلكها ما والو، غير كنجمعها وكنحس بان هذوك المكونات نساج مع بعضياتهم صافي، وكنخليها ترتاح. يعني باش زوينه هاد العجينه هذه، يعني ما كتحتاجش لدليك اولا شي مجهود اللي هو كتير، غير كتخلطوها وكيتنسجموا دوك العناصر مزيان مع بعضياتهم. صافي هنايا مشيت غسلت يدي، وهنايا بليت يدي شويه بالماء باش هكذا ما تبقاش تلصق ليا العجينه في يدي، وغادي نخليها ترتاح. قبل ما نخليها ترتاح غادي ندهنها بشويه ديال الزيت. هنا انا غندير زيت الزيتون، تقريبا واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغندهنها من الفوق باش هكذا ما تلتصقش ليا مع البلاستيك الغذائي. صافي مباشره غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح تقريبا واحد المده ديال ساعه اولا ساعه الا ربع. هنا خليتها انا ساعه الا ربع، نتوما على حساب الجو على حساب الوقت اللي عندكم. المهم حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان، لان هذه المرحله هذه المهمه في هاد العجينه هذه اولا هاد الخبز، حيت ما دلكناه ما والو. كل ما خليتوه يرتاح مزيان غادي تولي عجينه مدلوكه راسها. صافي كما كتشوفوا من بعد ما تضاعف الحجم ديال هاد العجين غادي نحيدها من داك الاناء ونخدمها فوق سطح العمل. وكما كتشاهدوا معايا يعني العجينه كتولي ملسه وكتدلك لراسها، يعني ما كتحتاجش انكم تدلكوها اولا ديروا معها شي مجهود. بمجرد ما كنحيدها من الاناء كنديها واحد شويه فوق سطح العمل وكنقطعها هكا. انا قطعتها هنا على 2 كويرات، غندير وحده صغيره وحده كبر منها شي شويه على حسب المقلاة اللي عندي. وغادي ندير هنايا الفينو، هنا غنقرص انا بالفينو، لكم الاختيار، يمكن لكم تقرصوا بديك البلبوله رقيقه او يمكن لكم ديروا السميد اللي كيكون هكا ديال الحرشه، نتوما اللي بغيتو. انا هنايا قرصت غير يعني بالفينو. صافي مباشره جبت هنا المقلاة الاولى دهنتها بالزبده، ضروري انكم تدهنوا بالزبده، من الاحسن الزبده يعني يستحسن احسن من الزيت. صافي مباشره غادي نوضع فيها داك الخبيزه ونحاول انني نقادها بهذا الشكل باش تجيني مقاده على القاعده ديال المقلاة. صافي نوضعها جانبا، وبنفس الطريقه يعني غادي نقرص الخبيزه الثانيه. صراحه كنت باغا ندير يعني تقريصه بالبلبوله وما متوفراش عندي، يعني قديت باللي كاين عندي درت غير الفينو. نتوما الا كانت عندكم بلبوله ديروها، كتجي من الاحسن، كتجي زوينه داك الحروشيه من الفوق ديال هذا الخبز هذا. صافي وغادي نديرها بنفس الطريقه في المقلاة، يعني حتى هي مدهونه من قبل بالزبده. صافي وبنفس الطريقه يعني باش قادت الاولى غادي نقاد الثانيه. صراحه هذا الخبز هذا ما كياخذش وقت كتير وسهل دغيا كيوجد. صراحه جربته في المره الاولى فاش شفتو وجا زوين، صدق ليا زوين، والمره الثانيه يعني صورته لكم شوفوا، يعني تشوفوا حتى نتوما كيفاش جا. المهم غطيته بواحد الغطاء اللي خاص هكا بالخبز وخليته اختمر حتى كيبان لكم هكا انتفخ شويه. فاش كديروا هكا الاصبع ديالكم كيرجع داك العجين،
وغادي نشعل هنا البوطه وغادي نديرها على عافيه مهيله. ضروري ان النار تكون مهيله بزاف، ما تكونش مجهده وما تكونش متوسطه. يعني الا كانت مهيله غيطيب لكم هذا الخبز من الداخل وما غيجيش معجن. صافي كنوضعوا هذوك المقلاة، يعني دوك جوج مقالي اللي درنا فيهم الخبز وضعتهم هكا فوق البوطه. صافي وضروري انكم تغطيوهم بشي غطاء باش هكذا كيطيبوا مزيان. انايا هنا خداو ليا تقريبا واحد 10 دقائق حتى تحمروا من التحت. ضروري تكون النار مهيله على حساب البوطه ديالكم. من بعد ما بانوا ليا تحمروا من التحت، هنا جبت واحد يعني هذا ديال المول اللي معروف اللي كيتحل من الجنب، هو اللي عاونت به باش نهز هذه الخبيزه باش نقلبها. يعني ضروري فاش كتحيدوا هكا الخبيزه من المقلاة، يعني كتعاودوا دهنوا المقله بشويه ديال الزبده. ضروري هاد المرحله هذه باش كتجي داك الخبيزه محمره من جميع الجوانب كما كتشوفوا. هاد الخبزه هذه اللي قلبت الاولى تحمرت كامله تبارك الله ما شاء الله، وجات داك الفينو جا باين فيها. كذلك حتى المقله الثانيه، يعني الخبيزه الثانيه غادي نقلبها بنفس الشكل، يعني دهنت المقلاة بالزبده وكنرجع داك الخبيزه باش تحمر من التحت. صراحه راه كيجيو محمرين من جميع الجهات. وضروري انكم تبقاو هكا فاش تقلبوا من الجهه الاخرى تبقاو تحركوهم مره بهذا الشكل. وفي هذه المرحله هذه يعني ما كنغطيهمش باش هكذا ما يتعجنوش او لا يرجع عليهم داك الماء اللي كيتكون هكا النتيجه ديال الغطاء كيرجع وكيولي الخبز فازق. في هذه المرحله هذه ما كنغطيوهمش. صافي كنخليهم حتى كيتحمروا من التحت صافي، وكنحيدوهم من المقلاة ونوضعوهم فوق واحد الشبيكه باش هكذا ما يعرقوش او ما يوليش فيهم داك الندى. صافي كنخليو حتى كيرطبوا شويه. انايا هنا غطيتهم واحد شويه بواحد المنديل حتى رجع عليهم داك الصهد ديالهم باش يوليو هكا رطبين كما كتشاهدوا معايا. صراحه راه كيجي خفيف بزاف ويستاهل انكم تجربوه لانه فعلا ساهل وما كياخذش وقت كتير. وما يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الفرن يعني غادي ينفعهم بزاف هذا الخبز هذا. كيجي صراحه يعني بحال الخبز اللي كناخذو من يعني اللي كنشريو هكا من الحانوت، يعني ديال الخبز ديال الدار اللي كيتباع هكا على برا كيجي بحالو تماما. وانتم عارفين شنو درتو فيه، يعني صايبتوه في المنزل ديالكم. وضروري هنايا غادي نقطع لكم واحد الخبزه باش تشوفوا كي كيجي من الداخل. صراحه كيجي خفيف ومقطن ومجعب من الداخل. كنتمنى انكم تجربوه حتى نتوما وينال اعجابكم. انا عجبتني هذه الفكره وقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم. وشفتوا عده مرات وقلت انا نجربه بطريقتي يعني نتقاسموا مع المتتبعين ديالي عفوا. المهم كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى انه يكون نال اعجابكم وما تبخلوش عليا باللايك. ضروري ما تخرجوش من الفيديو قبل ما ديروا لي لايك. الى اللقاء الى وصفه جديده او فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.